في الفيديو ده هنتكلم عن الكتلات، وهنتكلم ازاي نحافظ على الكتل لعمر اطول ويعيش معانا عمر كبير جدا، وكمان هنتكلم على انواعهم بتفاصيلهم وايه الافضل بالنسبه لنا. اول حاجه في الكتلات يا جماعه، اول حاجه عشان نحافظ على اي كتل ان احنا ما ينفعش نملى الكتل لاخره ميه. يعني الكتل على الاقل بيبقى تلتين او نص الكتل ميه عشان نحافظ عليه، وعشان الكتل ما يبقاش عليه جهد على الدايره الكهربائيه بتاعته ويفضل شغال باستمرار وياخد وقت، فكده هيبوظ. وكمان عشان نوفر الميه. تاني حاجه، ما ينفعش نسيب الميه في الكتل طول الليل، اللي هو الليل نستخدمه طول يومنا وبعد كده نفضيه من الميه ونسيبه، لان الميه لما بتتساب في الكتل طول الليل بتعمل رواسب وبتاثر على القعده بتاعه الكتل وبتبوظ في وقت اسرع. تالت حاجه، ما ينفعش نسيب الكتل الفيشه في الكهرباء على طول وهو على القعده بتاعته، لان اي تلاعب في تيار الكهرباء او لو الكهرباء قطعت وجت او اي حاجه الدايره بتاعته بتبقى ضعيفه جدا فبتبوظ على طول، ودي من الحاجات اللي مش كويسه. اما رابع حاجه، ان احنا لازم نغسل الكتل باستمرار، حتى لو مره كل اسبوع هنحط معلقه خل ومعلقه ملح ونسيبه يغلي شويه وبعد كده نغسله هيرجع ينضف معانا. اما من افضل الكتلات البايركس يا جماعه، من وجهه نظري هو من افضل الكتلات لانه اكتر كتل صحي. الناس بقى اللي عايزه حاجه صحيه 100% هو الكتل البايركس. الناس اللي بتستخدم حاجات للاطفال زي الببرونات او الحاجات دي برضو انصحهم بالكتل البايركس. هو فيه عيب واحد بس، هو انه لو وقع منكم على الارض بيتكسر. ده عيب يعني، طبعا محدش يقدر يعالجه. هو لو وقع على الارض بيتكسر لانه هو ازاز، لكن من الناحيه الصحيه هو صحي جدا. اما في المركز الثاني هو معانا الاستانلس. طبعا الاستانلس من الحاجات العمليه والحاجات اللي بتعيش. الاستانلس لازم نجيبه ويبقى استانلس اصلي 18/10 ويكون استانلس بيور. طب احنا نعرفه ازاي؟ اضعف الايمان ان احنا نجيب مغناطيس وان المغناطيس يكون ما بيمسكش فيه، كده نضمن ان هو مش داخله اي حديد ولا اي صاج، وان هو يبقى استانلس اصلي. الاستانلس كمان عايز مراعاه دايما ان احنا دايما نغسله على الاقل مره زي كل اسبوع زي ما انا قلت، يتغسل بمعلقه ملح ومعلقه خل ويتغلي فيه. ده بالنسبه للستانلس، لكن في ناس طبعا ما بتفضلش الستانلس. تاني حاجه من الكتلات الشائعه او المنتشره الكتل الجرانيت. الكتل الجرانيت ده مش جرانيت اصلا، هو كتل ستانلس عادي خالص اهو. لكن هو واخد طلاء شكل الجرانيت، وممكن الطلاء ده مع الوقت يتشال، لكن هو مش جرانيت، هو واخد شكل الجرانيت مش اكتر من كده، فهو كاتل ستانلس. فاحنا نتعامل معاه ان هو كاتل ستانلس بس. اما بالنسبه للكاتل الاكليريك، في ناس كتير جدا بتفضله وفي ناس كتير جدا بتحبه عشان خاطر الوانه كتير والوانه حلوه، لكن ما ينفعش نغلي فيه الميه كتير وما ينفعش الميه تتساب فيه مغليه كتير. يعني احنا لو غلينا فيه ميه ومش الباقي مش محتاجينه نفضيها منه، علشان هو مهما كان صحي هو بلاستيك طبعا. فما يفضلش ان الميه تفضل متسابه فيه سخنه كتير، لكن هو بقى من مميزاته اشكاله كتير والوانه كتير. اما بالنسبه لاهم الماركات، احنا عندنا تورنيدو، عندنا صنايع، عندنا فريش، عندنا ماركات كتير جدا حلوه. اهم حاجه في اي كاتل ان احنا نحافظ عليه هم الاربع حاجات اللي انا قلتهم، طبعا مع العلم ان اي كاتل ليه عمر افتراضي، يعني ان هو مع الوقت بيتحرق، فمش هنقعد نقول، لكن احنا بنحافظ على قد ما بنقدر. طبعا وايه الميزه لما الكاتل يتحرق؟ دي برده فيها ميزه. الميزه بقى ان لما الكاتل يتحرق ان انتوا تشتروا غيره، تيجوا تشتروا، مش هنفضل احنا بكاتل طول الحياه واحنا هنبيع الحاجات دي لمين؟ لا، يعني لازم يتحرق عشان نبيع غيره. اتمنى بقى لو انتوا استفدتوا من الفيديوهات دي او من الفيديو ده، لان اكتر حاجه شائعه في العالم كله هو بوظان الكاتل. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك عشان تساعدوا على انتشار الفيديو، وتعملوا كومنت او تعملوا مشاركه للفيديو ده عشان غيركم يشوفوا. لو انتوا مش محتاجين المعلومه دي ممكن يكون غيركم محتاجها. شكرا.